ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ عايز اسالكم سؤال كده يمكن كلنا بيجي على بالنا. عمرك قعدت مع نفسك وفكرت ليه بعض الناس عصبيين ومتسرعين ومتوترين وناس تانية كده تلاقيهم باردين وهاديين ومفيش حاجه بتعصبهم بسهوله؟ وهل فعلا فكره انك تكون بارد وسلبي ممكن تساعدك تتعايش مع الدنيا وتعيش مرتاح اكتر؟ عايزكم تتخيلوا كده معايا لو في يوم بتواجه ضغوط من كل حته، الشغل، الدراسه، الناس، حتى السوشيال ميديا، وكل حاجه حوالينا عامله دوشه وضغط رهيب. تفتكروا لو اتخذنا ردود فعل سريعه على كل حاجه حياتنا هتبقى عامله ازاي؟ في لو الموضوع ده شدك استنى معايا لاخر الفيديو عشان نغوص في التفاصيل. النهارده هنتكلم عن حاجة مختلفة شويتين، حاجة مهمة بتمس كل واحد فينا، وهي ازاي تكون سلبي وبارد في الحياة. بمعنى انك ما تاخدش الامور كلها على اعصابك، وبدل ما تنفعل في كل موقف تتعلم تكون هادي. وده مش بس عشان تهدي اعصابك، لكن كمان عشان تقدر تشوف الامور بمنظور اكبر واوضح. يمكن كتير مننا بيعتبر البرود ده ضعف او عدم اهتمام، لكن خلينا نوضح مع بعض ازاي يكون سلاح نفسي قوي يخليك تعيش مرتاح ورايق بعيدا عن العصبية والضغط. هنحكي عن ازاي البرود ده ممكن يحميك من ضغوط الحياة ويفتح لك افق جديده تخليك تشوف الامور بمنظور تاني وتديك قوه مش عند اي حد. بص يا سيدي، الدنيا بقت سريعه ومليانه ضغوطات من كل جهه، شغل، دراسه، علاقات، حتى السوشيال ميديا بقت ضغط علينا. فاللي بيحصل ان كل موقف بسيط ممكن يخلي الواحد متوتر ومضغوط، وده طبعا بيأثر على صحتنا ونفسيتنا. يعني تخيل كده انك كل يوم بتنزل شغلك، بتقابل ناس كتير وكل واحد فيهم عنده تعليق او موقف بيحاول يضغط عليك. لو كل واحد من دول خلاك تتوتر هتلاقي نفسك في اخر يوم حاسس بتعب نفسي ومش قادر تتعامل مع اللي حواليك. فهنا بقى بيجي دور البرود السلبي اللي بيخليك تعيش مرتاح وتبعد عن التوترات اللي ملهاش اي لازمه. البرود هنا مش معناه انك مش فارق معاك او مش مهتم، لا، معناه انك عارف تتحكم في ردود فعلك وما تسمحش لاي حد يضغط عليك او يتحكم في مودك. البرود بيدي مساحه لنفسك تبعد عن كل التفاصيل اللي ملهاش اي لازمه، الحاجات اللي لو ركزت فيها هتستهلك طاقتك بدون اي فايده. بمعنى تاني، البرود بيخليك تفرق بين الحاجات اللي تستاهل انك ترد عليها والحاجات اللي تعديها بدون ما تاثر عليك. كتير من الناس اللي بيفكروا ان الشخص اللي بارد او سلبي هو شخص ضعيف او غير واثق من نفسه، لكن خلينا نبص للموضوع بزاويه مختلفه. البرود بيحتاج لقوه داخليه، بيحتاج انك تكون مسيطر على مشاعرك بشكل اكبر وتعرف امتى تتحرك وتعمل ردة فعل وامتى تاخد خطوه لورا وتسيب الامور تمشي. يعني تخيل مثلا لو في حد استفزك بكلام جارح او بتصرف غير محترم، الشخص اللي بارد مش هيرد بشكل عصبي او متسرع، بالعكس هياخد الامور بهدوء ويفكر في رد مناسب، او حتى ممكن يتجاهل الشخص ده بالكامل، وده بيديله قوه اكبر من اي عصبيه. نقطه الحفاظ على الطاقه النفسيه من اهم الحاجات اللي لازم نتكلم فيها. تخيل انك كل يوم بتهدر طاقتك على حاجات صغيره زي الزحمه، كلام الناس، شغل الضاغط. البرود بيديك القدره انك تصفي الحاجات دي كلها وتعرف تستثمر طاقتك في الحاجات اللي تستحق فعلا. مثال بسيط، لو انت في شغل وحد من زمايلك بيعلق على شغلك بشكل سلبي، بدل ما تخش معاه في جدال كل مره تقدر تاخد الامور ببرود وتقول ده رايه وانا هعمل اللي عليا. هنا انت وفرت طاقتك عشان تركز على شغلك وتطور نفسك بدل ما تتشتت مع الناس. لو لحد دلوقتي مش عامل اشتراك في القناه، بفكرك لو عجبك المحتوى اللي بنقدمه ما تنساش الاشتراك في القناه وتعملها لايك لو الفيديو عجبك. وبس كده. الحياه مليانه مواقف صعبه، الناس اللي بتتعامل ببرود هم اللي عندهم القدره على التحكم في مشاعرهم. مثلا لو حد في الطريق بيتعامل معاك بعصبيه او اسلوب مش محترم، مش لازم ترد عليه بنفس الاسلوب. البارد ممكن بكل هدوء يتجاهله او يرد رد بسيط من غير عصبيه، وده بيخليه في سلام مع نفسه ومع اللي حواليه. المواقف اليوميه دي بتخلينا نشوف ازاي التحكم في المشاعر بيدي راحه نفسيه وقوه. ولما تكون بارد بتعرف تتحكم في الموجه دي من المشاعر بدل ما تخليك في حاله توتر مستمر. في مجال الشغل، البرود والهدوء بيديك ميزه انك تاخد قرارات بشكل صحيح من غير اندفاع او توتر. الناس اللي بتهدى قبل ما تاخد قرارات مهمه بتلاقيهم بياخدوا قرارات اكتر حكمه، وده بيكون مفيد للشغل لما تواجه مواقف ضغطه. اما في العلاقات، سواء علاقات صداقه او عاطفيه، البرود بيحميك من كتير من المشاكل اللي ممكن تحصل بسبب العصبيه او التسرع في الكلام. مثلا لو حد من اصحابك في موقف ضاغط، ردك البارد والهادي ممكن يهدي الحوار ويمنع مشكله كانت ممكن تكبر. خد عندك مثلا حد واقف في طابور وبعدين حد يجي ويدخل قبله، الشخص العصبي هيبدا يعمل صوت عالي ويعمل مشكله، لكن الشخص الهادي ممكن يقول خلاص عادي مش فارقه كتير ويكمل يومه. ده بيحميه من عصبيه ملهاش اي 60 لازمه ويوفر عليه طاقه. البرود في حد ذاته بيخلي عندك نوع من السلام الداخلي، لانك بتبعد نفسك عن الناس اللي ممكن يكونوا سبب في تعكير مزاجك او توترك. بتحط لنفسك حدود واضحه، وده
يخلي عندك راحه نفسيه، مش بتتهز بسهوله. علشان تكون بارد محتاج تبدا تحط اولوياتك، مش اي حاجه صغيره تخليك تخرج عن شعورك. كمان جرب تقوي مهارات التواصل، يعني رد بطريقه هاديه، اتكلم وانت واثق من نفسك. لو حد حاول يضغط عليك ببساطه تجاهله او رد بادب ومن غير اي انفعال. وتاكد انك تحط حدود مع الناس اللي دايما بيستفزوك او يضايقوك. في النهايه عايز اقول لك ان فكره انك تكون بارد مش عيب، والبرود مش ضعف، ده سلاح نفسي بيخليك تحمي نفسك وتقدر تشوف الامور من زاويه اهدى واوسع. لما تكون بارد بتقدر تعيش بسلام مع نفسك ومع اللي حواليك. ومهم جدا انك تكون عارف ان مش كل موقف يستحق ردة فعل، فخد الامور ببساطه وركز على اللي يستاهل وسيب الامور الصغيره تعدي. نصيحتي ليك المره الجايه لما تلاقي نفسك في موقف صعب او حد بيحاول يستفزك، خد نفس وافتكر انك تكون بارد ورايق، احسن من انك تضيع اعصابك على حاجه ملهاش اي 60 لازمه. حاول تطبق فكره البرود في حياتك، جرب تتجاهل المواقف اللي مش فارقه بجد، وخد الامور ببساطه. الدنيا مش محتاجه كل الضغط ده. خد نفس واستمتع بالحياه وانت هادي ورايق. وبكده يكون وصلنا لنهايه الحلقه. ما تنساش الاشتراك واللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.